حضراتكم مرة تانية ومعانا الدكتور أحمد علام، استشاري علاقات الأسرية والاجتماعية. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل، اهلا بحضرتك يا استاذه ولاء، ودايما بسعد بوجودي مع حضرتك في برنامجك الجميل وقضاياك اللي بتطرحيها كل مره، يعني قضايا شائكه اكتر من الاخرى. ميرسي يا فندم. ربنا يخليك. وده يخليني أقول لحضرتك كل سنة وأنت طيب. وإيه المكيالين اللي عندنا في العيد ده؟ نبدأ بقى بالعيد بما إننا قلنا كل سنة وأنت طيب. تمام. العيد وصلاة العيد، بشوف مشهد يعني أنا بالنسبة لي مش مقبول. أنا رايحة أصلي العيد، اللبس بتاع البنات حدودا، وبعض البنات مش بنعمم اكيد، والفول ميك اب. انا راح اصلي لربنا، اعمل فول ميك اب والبس لبس مش فضفاض. احنا معروف بنروح نصلي بالاسدال. ايوه. الازدواجيه دي جايه منين؟ هقول لحضرتك جايه منين. جايه من اللي جوه شنطه حضرتك واللي جوه جيبي واللي جوه من المشاهدين، اللي هو الموبايل، اللي اصبح ان انا هتصور بكاميرا، فرايحه اعمل اللي انا عايزه اطلع بابهى صوره، فهعمل الكلام ده كله. قبل قصه الكاميرات والموبايلات كان المرأة لو هتنزل تصلي بالإسدال أو بملابس الفضفاضة ومن غير مكياج من غير أي حاجة. أما النهاردة عشان عارفة نفسها إن هي بعد الصلاة هتتصور، وساعات بيتصوروا جوه الصالة، يعني في وسط الصلاة تلاقي أنا معرفش إزاي في ناس بتاخد سيلفي في وسط الصلاة مش شغال. شرعا يجوز يعني ولا إيه؟ أنا معرفش. أنا كنت كمان في صلاة العيد طبعا كنت شايف إن في، وإحنا بنكبر كده في الأول قبل الصلاة، كان في واحد ماسك موبايل واتنين كمان، واحد تاني عامله كده ان هو يعني بيعمل فيديو لينا كلنا وهو قاعد في وسطنا. هو متخيل كده ايه؟ ان هو بيعمل شعائر دينيه، ولا هو عارف ان دي مش شعائر دينيه؟ هو خارج حدود الشعائر وخارج حدود الروحانيات، دخلنا فيها الشكليات والجماليات، واحنا اصلا في العبادات بنخرج القصه بتاعه الجسد، بننمي الروح بتاعتنا. اما احنا اللي بنعمله ده العكس، ان انا ببقى بقيت انمي الانسان مكون من روح وجسد. الجسد الروح غذائها ايه؟ غذائها العباده، غذائها الكلمه الحلوه، غذائها تقري كتاب تقولي انا اتبسطت، غذائها تسمعي مثلا ايات قرانيه، ده كلها غذاء. يعني المكيالين ده جه عشان برضو بسبب الموبايل والانترنت والتيك توك، وان انا هنزل صور العيد. طب ما انزل صور العيد بعد الصلاه. ما هما بقى بعد الصلاه مش هتطلع تعمل فين بقى بابا وماما بقى واحنا رايحين نصلي؟ مش هتطلع تعمل. هنا بقى المفروض لو بتتكلمي حضرتك على فتيات صغيرات، فين دور الاسره؟ طبعا كلهم سنهم بيتهيألي صغير. يبقى فين دور الاسره اللي هي شايفاها بتقول لها ما احنا اتعلمنا منين يا استاذه ولاء؟ وحضرتك اتعلمت منين؟ ما هو الاب والام يقولوا لنا وانت نازل لا ما تعملش كده او اعمل كذا. بس اقول لحضرتك على حاجه، السن بتاع 18 و20 و16 و14 سنه دول بيتعلموا اكتر من المحيطين. الام لو قالت ايه بياخدوه ان ده اوردر، وان ده تحكم، وان ده انت مش حاسه ان انا كبرت، لانك هتفضلي امي حتى وانا عندي 50 سنه. لكن اي حد في سني او محيط بيا فده بيحسسني ان انا كبيره، فبيبقى كلامهم هو اللي في ودنها. بشوف على الموبايل اللي بتتصور وبتعمل فبعمل زيها. ده يعني بيودينا بقى لموضوع الحلقه. تمام. المكيالين. عملت حلقه عن الزوجه الثانيه، هي ست محترمه جدا، حضرتك قلت لي ان الكلام منطقي. تمام. انا بفتن عليك اهو على لا ما فيش اي مشكله بعد ما شفت الحلقه. وانا طبعا كنت خسرانه كتير جدا، بس احنا بنقول له الف سلامه ان الدكتور احمد كان عنده ظروف صحيه. شكرا يا فندم، ربنا يخليك. لما بيجي الزوج يتجوز زوجه تانية يقول لك غدار، الفلوس جريت في ايديه، ما عندوش ضمير، خدها على مشمها، غدر بيها فجاه. ده مكيال. في مكيال تاني بقى الزوجه، لما انا اجي اقول انا هتطلق وتعبت، طلع عينها، ده سقاها القمرين. وبالعلم لا بيتكلموا هنا ولا اللي بيتكلموا هنا فاهمين حاجه، ولا يعرفوا البيت ده، ومحدش بيعرف. دايما اقول محدش بيعرف اللي جوه البيت. مهما تقولي حكيت لي، هي حكيت لك من وجهه نظرها وحكيت لك اللي يبرئها. تمام. لكن لو هي قالت هتطلق يبقى هي طلع عينها يا عيني، وخلاها خربت بيتها بايديها وتبقى ضحيه. ولو هو هيطلق او هيتجوز عليها يبقى الفلوس جريت في ايديه وغدار وبعد العمر ده كله. احنا ليه يعني بنحكم بمكيالين؟ لو ده حقها يبقى حقه، ولو هي غلط يبقى هو غلط، صح؟ طبعا. بس مين اللي بيحكم هنا؟ اللي بيحكم الشخصيه اللي هي تبع الفلاني. يعني انا تبع اهل الزوجه، فانا هحكم هنا ان الزوجه هي اللي مظلومه. تبع الزوج يبقى الزوج هو المظلوم. هي دي المشكله بتاعتنا. ولو حد محايد في الطرفين، هو الزوج معروف هيتجوز واحده تانية او مش مرتاح وهيمشي، يبقى غدار.
مع الوضع في الاعتبار، عشان الناس تبقى عارفه ان احنا لما بنتكلم بنحلل القضيه بنحللها على اطلاقها، وليس ان دي ارائنا احنا يعني انا شخصيا اقول ان الزواج من اتنين ده شيء متعب جدا ومرهق، بس في زوج يقدر يتحمل ماديا ومعنويا. انا اقول صعب، انا لو انا بتخير في حاجه زي كده هيبقى بالنسبه لي حاجه صعبه جدا. انما في حد تاني عنده الامكانيه دي وفي نفس الوقت عنده بيت تاني، عنده القدره وعنده بيت تاني ما فيهوش الراحه بتاعته، وفي زوجه ممكن تكون خلاص هي. ليه احنا بنحكم بمكيالين؟ يعني ليه ما بنقولش هو عنده حق وهي عايزه تمشي عندها حق؟ ما هو ده يعني سمة العصر اللي احنا فيه، انا اعمل الحاجه بس غير ما يعملهاش. احنا خلاص خدنا ان الست مقهوره ومظلومه طول الوقت. لا اكيد في خيانه، اسف، مشاكل زوجيه او مشكلات زوجيه فيها ان الزوج هو السبب او فيها ان الزوجه هي السبب، واحنا بيجي لنا المشاكل دي بصفه يوميه. انا بلاقي هنا ممكن احكم هنا ان الزوجه هي اللي عندها المشكله وهي اللي تسببت في المشكله وهي اللي ممكن تكون سببت في خراب البيت، وممكن في مشكله تانية شبيهه برضه بس الزوج هو اللي متسبب في هذا الامر. اذا احنا ما نقدرش نحكم نقول على الاطلاق. وانا برفض تماما من اي متخصص او حد يكون اعلامي بيطلع على المشاهدين ويتكلموا زي حضرتك كده مثلا اعلاميه بتطلع اتكلم في المطلق او اتكلم اخد ايه، انا مثلا راجل اخد صف الرجاله، واحده ست اخد صف النساء، او العكس في عشان حد اخد ترند. عشان اخد ترند. انا ضد هذا الامر. انا ممكن اخد ترند واخرب بيوت واطلع ترند بس بشكل منطقي. ما هو انا بقول لحضرتك ممكن اخد ترند واخرب بيوت بيه، وممكن اخد ما اخدش ترند بس اتكلمت كلام الناس استفادت منه بقى مفيد والناس حبته. وممكن اعمل ترند ايجابي. هو انا لازم ليه لما اعمل الكلام اعكس الكلام وهيطلع بصوره ايجابيه. احنا دايما بنقول يعني حتى عندنا ايه، حب لاخيك ما تحب لنفسك. الحاجه اللي انت تحبها تتعامل معاك حبها، انما احنا دايما ايه يعني ما بنحكمش بالقسط او بالعدل، بالمكيالين فعلا. ليه لو انا الموضوع معايا، يعني انا مثلا لو بنتي غلطت في راجل كبير هتلاقيني على طول اقول لك ايه، هي عيله، هو المفروض يحتويها، هو المفروض يبقى اكبر من الموقف ويعلمها. لكن لو انا زوجة الراجل اللي اتغلط فيه، دي بنت قليلة الادب وما تربتش. طبعا. فين مامتها؟ اصل مامتها ما علمتهاش تتكلم. ده مكيالين. طبعا وجهات النظر بتاعتنا بتختلف، اصبحت بتختلف على اختلاف مواقعنا من الحدث. فانا لو زي حضرتك قلتي انا في الحدث ده انا مفعول ولا مفعول بيه؟ صح انا في الحدث ده في الناحيه دي هقول كلام، لو جيت الناحيه دي قلت كلام، لو جيت الناحيه دي اقول كلام وده يعني بيسمى نوع من انواع اللي نقدر نقول ان احنا هنا ممكن يبقى فيه جزء من النفاق، ممكن يبقى فيه جزء من التحيز اللامنطقيه. حتى احنا بنيجي نتكلم، انا برضه بنتكلم عشان الناس تتعلم. لما يجي يقول لك ايه، حتى بنعمل رساله ماجستير، نعمل رساله دكتوراه، بنيجي ندرس للطلبه نقول له اول حاجه تعملها لازم تستبعد رايك الشخصي من الرساله. البحث ده انت فيه حيادي، لو انت داخل براي معين ولقيت راي تاني انت بتعرض جميع الاراء بصرف النظر انت مع ايه وضد ايه، فبيتعلم من هنا الحيادي. لو سريعا كده عايزين ناخد موضوع المكيالين ده بقى، بصراحه عايزه اوزن عليه كل حاجات المجتمع بسرعه عشان نلحق. تمام. الام بيبقى عندها مثلا بنتين او ولدين، فيهم حد حاضر يا ماما واللي يريح ماما، وفيهم حد بيعترض، فيهم حد طول الوقت بيحاول يلتزم الادب او هو طبعه هادي او مؤدب، في حد عصبي جدا ممكن يخرج عن شعوره. فنلاقي الام بتعمل ايه بقى؟ اللي بيخرج عن شعوره ده انا براعي قوي قوي معاه ان انا ايه، ما استفزوش. لكن اللي بيحاجي عليا زي ما بيقولوا انا طول الوقت باجي عليه، لان انا عارفه هلمه بكلمتين. دي غلبانه هكلمها في التليفون هتيجي، لكن التانيه مثلا بالرويه، لو حصل حاجه هتعمل لي بلوك، لو كلمتها تقفل السكه في وشي. ابني ده غلبان، لو عرف ان انا تعبانه هيجي جري، لكن التاني لو مت قدامه بعد ما زعق له مش هيعبرني. طب ما ده مكيالين، ده يولد ايه في الاسره؟ هيولد طبعا كراهيه ما بين الاثنين، هيولد ضغائن، هيولد مشكلات طول الوقت، هيولد انفعالات او ضغوط داخليه. الضغوط الداخليه دي يجي واحد يروح منفعل في مره واحنا نقول هو انفعل كده ليه، احنا الموقف بسيط ما حصلش حاجه. لا، ما هو مش الموقف ده القشه التي قسمت ظهر بعيل، هي القشه هي اللي قسمت الظهر. اللي بيكتم ده ممكن يجي له موت فجاه. اللي بيكتم ده عندنا نمطين، عندنا نمط اللي ممكن هو يتحول. عندنا نمطين في الكتمان. نمط ممكن ان هو اللي بيقدر ينفس عن الكتمان بتاعه بطرق معينه وتلاقيه خلاص عادي، ونمط اخر من الامور النفسيه ما بيستطيعش ان هو ينفس. بيعمل ايه؟ بيفضل يكتم بيحصل ايه؟ فيجي له خلل جهاز مناعه. طبعا يحصل له مشاكل اصل انا كده. حضرتك النوع البي. انا البي. انا بيجي لي يعني انا ممكن عشان اتعدى الموقف او احافظ على اللي قدامي اسكت جدا جدا جدا. واخد جنبي واعيط كده في كلوز عشان كرامتي.
لكن ده جاب لي خلل جهاز مناعه. فاللي بيطلع ده احسن. لا انا عايزه اقول لحضرتك السؤال اوضحه اكتر. ده يخلي ايه؟ ممكن يخلي البني ادم اللي بيستحمل وبيكتم وحاضر وطيب يقول ما التاني واخد حقه انا ابقى زيه. ما انا عشان كده قلت لحضرتك هو بيولد الكراهيه والضغائن والمشكلات، وفي نفس الوقت ممكن يتحول ان هو يبقى شخصيه سيئه. وانا ما بقولش لحد ده ما تبقاش زيه، انما دايما خليك نفسك وخليك دام انت شخصيه كويسه. ما بياخدش حقه. خليك كويس بس في نفس الوقت نفسه ده ما بياخدش حقه. تمام، بس خد مواقف. بيجي عليه ليه؟ لان انا عارف ان ده انا هعرف بنتي دي انا بمكالمه تليفون هجيبها. ابني ده انا بتليفون هلمه. ايوه هلمه. دي انا بسمعها كتير قوي. صح. دي هلمها في دقيقتين، لكن التانيه دي بالرويه. صح. الولد ده عندي غلبان لو عيطت له هيهد الدنيا ويبنيها، لكن التاني ده مراته بالدنيا وما فيها. انا عايز اقول الحد الطيب انت ممكن تبقى طيب وفي نفس الوقت تحافظ على حقك، تحافظ مش ان انت مش مع اهله. لا احنا عايزين نقول للام ايه؟ الام هنا ان انت اللي بتعمليه ده هو اصلا اكبر حاجه سيئه. بالعكس ده ظلم، واحنا عايزين نقول ان انت دايما العدل ده لما كانت احنا بنقول ساووا بين ابنائكم. هي فاهمه ان هي كده بتعدل. ما ان انا مثلا بكلم ده كويس وبكلم ده كويس. طب ما انت اللي يعني مثلا بيحن عليكي او ما بيحصلش منه تطاول، هيلاقيكي بتعامليه زي اللي بيحصل منه تطاول. طبعا. فهتلاقيه بعد شويه تطاول عليكي. طبعا. واحنا عشان كده حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال ساووا بين ابنائكم في ايه؟ في القبلات. حتى في القبله اللي انا بدي ابني بطبطب عليه او بدي وعينوا اولادكم على البر. دي هنعمل لها حلقه لوحدها. طبعا. وفي ان هو اللي اتقال له ان انت يعني عقيت اهلك، عقيت ابنائك قبل ما هم يعقوك. ما انت انا لما عملت كده اصبح الولد عاق، فلما الولد يبقى عاق اقول بص الولد مش كويس معايا، ده الولد ما طلع. طب ما هو انت اللي تسببت في هذا الامر او تسببت في هذا العقوق. بس العاق ده بيبقى نوعين، نوع هو عاق وشخصيته كده، ونوع وده الاضعف في مجتمعنا. انا بعتبره مثلا 5% اللي معامله. اصل انا مهما يعني اهلي يعاملوني، امي وابويا دول هعمل ايه يعني؟ لا احنا بنتكلم عن موضوع الحلقه. بيبقوا مرات مستفزين. المكيالين ده مستفز طبعا جدا. احنا بنتكلم عن الموضوع بتاع الحلقه، بنتكلم ان انا قصدي اللي بيعق بسبب موضوع الحلقه اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو ان انا استفزك اني بعاملك اوحش من اللي بيعاملني وحش. طبعا. دي حارقه. طبعا. انت بتدمري حد كويس عشان حد اوريدي هيفضل مش كويس. وحضرتك بتتكلمي هنا عن الكبير لما كبر. طب وهو صغير برضه لو انا كنت بكيل بمكيالين، الاطفال هينشا هو عنده مشكلات كبيره جدا. حضرتك اتكلمتي عن 2 اتولدوا وكبروا بقوا اسوياء وانا بعملهم كده فهيبقى عنده مشكله. لا ده هو مش هيبقى سوي من الاول، لان انا لو ابتديت المعامله دي منذ الصغر هو مش هيبقى سوي، وبيجي لنا مشكلات على كده. ولا الولد اللي بيقعد يكسر ويعمل ممكن يكون الاهل هم السبب في ان هو بيلفت انتباههم، بيقول لهم انا اهو، بيقول لهم انتوا بتهتموا بواحنا ما بتهتموش بيا. انا ممكن كمان ابقى قليل الادب اهو زيه. الادب سهله وما بتهتموش بيا ليه؟ الرقاصه. احنا طبعا بنستظرف عشان حلقه العيد. أيوة. الرقاصه في مجتمعنا بنحبها جدا ونجري وراها عشان ندفع لها مبالغ وافرح قوي. ده انا جبت في فرح اخويا الرقاصه الفلانيه المشهوره. لكن لو حد من عيلتي جه قال انا هروح اتجوز اختها، ازاي؟ ده مكيالين. طبعا. والعكس، ممكن اكون انا مديه ظهري قوي للرقاصه دي وشايفاها غلط. طبعا كل واحد حر في وجهه نظره، كلنا مختلفين، وعيب وحرام وكذا وكذا. واول ما اعرف ان الرقاصه المشهوره الفلانيه وافقت او اختها في علاقه بينها وبين اخويا وعايز يتجوزها، افرح قوي. دي مشهوره، دي فلانه. او ممثله الاغراء الفلانيه اختها مثلا اخويا هيتجوزها، بعد ما كنت بعترض وايه ده وايه الافلام دي واقفلوا وازاي بتعمل كده، لا يلا وبجد ده اخت فلانه نروح نخطبها، اخت فلانه. ده مكيالين قوي، ده ازدواجيه. طبعا. واحنا كمان ما بنعدلش كده مع انفسنا احنا نفسنا. يعني انا يبقى رايي في حاجه وانا اعكس هذا الراي لو الحاجه دي لو في مصلحه انقلبت. لو في مصلحه فانقلبت هذه الامور. حتى النهارده اصبحنا بنشوف انا ممكن يبقى لي واحد لقاء مسجل او لقاء معروف عنه انه قال هذا الراي، وبعد كده تبص تلاقيه بيقول راي تاني عادي جدا وبنفس القوه ونفس مع ودي بتبقى في السياسه كمان كتير قوي. يعني احنا بنتكلم دلوقتي حسب الحاجات اللي يعني عيني كده عن اخلاقي عشان هبقى مثلا قريبه الممثله الفلانيه رغم اعتراضي على مثلا المسلك بتاعها في الافلام بتاعها. المفترض لو حضرتك معترضه ما تبقيش فرحانه انك هتبقى قريبتها، بس لو حضرتك معترضه عليها حضرتك موافقه ده وضع تاني.
ساعه المصلحه خلاص. وعلشان كده بس احنا عايزين نقول خلل برضه، نفسي. عايزين نقول لا ده مش خلل نفسي، انا مش بيعتبر من ضمن الامور اللي ممكن نقولها خلل المسمى نفسي. بتاعه ايه لما الاقي المسمى هو نفسي حد كده راح يبقى ناحيه نايم؟ مصلحته او حاجه تهمه، انما هو ما عندوش اختلال. مبدأ. لا ما عندوش اختلال. لما تيجي تتكلمي معاه في بقيه الامور هتلاقيه شخصيه ممكن يكون سويه، ممكن يكون معتدله وكل حاجه، ولكن هو في الحته دي عمل. عشان كده بنلتمس العذر يا استاذه ولاء لناس كتيره جدا بكلمات خلل نفسي وكلمات انه عنده مشكله نفسيه وهو اصله مريض نفسي. لا هو ما بيبقاش كده، هو بيبقى في تصرف معين بس، هو عمل تصرف. احنا ما نقدرش نقول ان كل التصرفات نعممها ان هي مشكلات نفسيه او احنا شايفينها كده عشان عكسنا. طبعا احنا شفناها خلل لان دي عكس مبادئي. انما هو مش خلل، هو ده وجهه بيندرج نظر. تحت ايه؟ وجهه نظر خاطئه. عاش الملك هي مات الملك. اوكي. طبعا طبعا. وازدواجيه في المعايير، وازدواجيه في التعاملات، وازدواجيه في الراي، وازدواجيه في الاخلاقيات. ومع الوقت هيبقى هذا الشخص هو نفسه ما بيبقاش عارف نفسه، هو نفسه بيبقى متلخبط في معاييره، قيمه اصلا مش محدده، فبالتالي هو مع الوقت ما بيعرفش ياخد قرارات بناء على قيمه معينه. الازدواجيه اللي حصلت في موقف الفنان الشهير عمرو دياب في الايام الاخيره عملت ضجه غير عاديه، لان احنا دايما بنشوفه راجل شيك ذوق، وبنشوفه قليل، ودايما اللي بيقل بيصح. ما تعرفش ديفوهاته بسرعه. يعني اللي معتاد الظهور تقدر تحلل شخصيته من كتر ما بيظهر وبيتكلم، بيتكشف زي ما بيقولوا. أيوة. هو احنا لما شفنا الموقف ده عملنا كده، ولما شفنا ما بعد الموقف ان هو ما اعتذرش وسمعت ان هو عمل محضر وان هو بيقول انا ليا حق، وما خرجش باي تصريح بيقول ان هو ندمان، احنا عملنا كده اكتر. ده ايه؟ اولا هنقول على بعض اصل الموضوع ده فيه كذا شائك، فيه كذا حاجه. اول حاجه في ناس علشان حبها لعمرو دياب كانت معاه، ده حريه شخصيه. ده اللي انا قلته، احنا خلاص عارفين ده الهضبه ما بيغلطش، محدش ما بيغلطش، مش هنمحي تاريخه، ما طلبتش كده. فدي مشكله، يبقى في حياديه طبعا. فدي مشكله، مع ان هم نفس الاشخاص دول لو اتعامل هم معاهم كده مش هيقبلوا هذا الامر طبعا. وهو نفسه لو اتعامل معاه كده مش هيقبل هذا الامر طبعا. فبالتالي يبقى دي اول حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك بتقولي حاجه مهمه جدا. احنا قعدنا، انا شفت البرامج كانت بتطلع وطبعا الكتابات والكلام ده كله، يعني اصله اكيد لازم يطلع يقول اصله اكيد لا وما فيش حاجه ولا اكيد ولا طلع. ده عدم استعنى هقول لحضرتك ولا على حاجه، تجاهل شخص، ولا انا فوق الاعتذار، لا انا، ولا انا مهما عملت انا الهضبه. هي الناس شايفاها كده. لا انا هقول لحضرتك حاجه ما اتقالتش قبل كده، رغم ان انا طلعت في حلقات وانتقدت هذا الموقف. حضرتك معايا بتعمل لي كده حاجات كده على جنب. انا هقول لحضرتك دي حاجه حاجه سبيشال وحاجه هقولها. المتتبع لتاريخ تصرفات عمرو دياب مش هيلاقي ان التجاهل ده بس ساعه الالم، ده بيتجاهل ساعه ما هو بيتقال عليه كلام مش حلو، دي بيتجاهل ساعه ما حد بيطلع على مسرح ويتكلم عليه كلمه مش حلوه وهو عامل حاجه لنفسه، بس هي في الموضوع ده غلط، في الموضوع الاخير ده غلط. هو عامل ان انا الملتفت لا يصل، انا مكمل قدام ما ببصش لورايا، ما بردش على اي حد. بس الموقف ده ما تفهمش كده. الموقف ده ما كانش المفروض بقى ان هو يعمل فيه كده، ما تفهمش كده. لازم يميز ما بين الموقفين. فاهم؟ عدم استعنى وتجاهل حتى للجمهور مش طبعا. للشخص انا بس. انا طول عمري انا نفسي اهو كنت اقول للناس خد من شخصيه عمرو دياب في حته ان هو لما بيتقال عليه كلام بيسكت وكانه ما سمعوه. التعامل رهيب. فذكاء. انت بقى هنا ما عملتش الذكاء، خدت نفس الطريق بتاعك في موقف ما يستحقش هذا الامر. فعشان كده بقول لحضرتك هي دي حته ما اتقالتش في شخصيته. نفسي في الحته دي هو ليه مش عايز يعمل كده؟ عشان الموضوع يموت؟ لا علشان هي دي شخصيته، هو شخصيته ما بيردش وما بيتكلمش، بس ما عرفش يميز ما بين حاجه والتانيه. وشخصيته ما بيعرفش يقول انا غلطان انا اسف. اكيد طبعا، اكيد ممكن صح. يكون هو ما بيعرفش يتكلم. دي صعبه قوي. ده انا بتمنى لما يحصل بيني وبين موقف حد بحبه قوي اقول ايه، انا هقعد افكر يا رب اطلع انا اللي غلطانه. انا اسهل واحده تقول انا اسفه. حضرتك اسهل واحده تقول انت اسفه، بس احنا بنتكلم على امر حاجه اسمها ثقافه الاعتذار. هذه الثقافه مفتقده كتير جدا مع ناس كتيره خاصه من المشاهير. الانا المشاهير عشان هو الهضبه، فانا ما اعتذرش طبعا وما ردش على فلان وما اتكلمش مع لان هو ده ممكن ياخدها من هذا الموقف. كله مستاء، الناس كلها ارائها 90% لا ضد الموقف. فين بقى ذكاء الفنان المستمر بقى له اكتر من 30 سنه متربع وبيقال عليه الهضبه؟ ما هو الانسان ساعات بيخونه ذكائه، واحنا بنقول دايما ذكائك ولا حته الكبر عليت ما هو طبعا حته الكبر دي موجوده. يعني انا مش عايز بيه. انا مش عايز اقول بص حضرتك انا ما بحبش ان انا
يعني ايه اقول صفات سلبيه في حد، انا ممكن اقول على الموقف، مش هقول عليه هو كشخص صفه سلبيه. احنا بنتكلم في الموقف بس. الموقف بتاعه هو كبني ادم ممكن يكون خير جدا، ممكن طبعا يكون بينه وبين نفسه بيعمل حاجات وبيجبر خواطر، بس للاسف اللي ظهر عنوان الموضوع ايه؟ اللي احنا شفناه ايه اللي لمع قوي؟ الموقف ده. عشان كده انا بقول له عندك يعني احنا بنناشده تدارك الامر بانك تقول انا كنت يعني كنت حتى مضغوط، بلاش تقول بقى امسكني واعمل لك الكلام ده اصلا ايه يعني. مش ولا كنت مضغوط، كنت تعبان، الجو كان صعب، اي حاجه. النبلاء هم اللي بيعتذروا؟ اكيد طبعا، ده من شيم النبلاء ومن شيم الكرام، وانا عارفه ان الهضبه من النبلاء من شيم الكرام. وممكن بس الموقف كمان يكون يعني كبر وهو شايفه بيكبر، ما كانش متخيل انه هيكبر كده. ما هو كبر بقى وشايفه خلاص، المفروض ان هو يتعامل على هذا الموقف كان بيقول من شيم الكرام، من باب جبر الخواطر. من باب جبر الخواطر، دي حاجه كمان مهمه. وفي نفس الوقت ان احنا عايزين نقول ان انت، انا قلت له بناشده تاني وبقول له تاني، لو انت حاسس ان انت اصبحت في مرحله عمريه ما بتقدرش تمسك نفسك عن امور معينه، لان موقف متكرر بس في حاجات تانية، يبقى بلاش احتكاك بالجمهور خالص. خليك بتنزل اغاني حلوه الناس بتسمعها والناس بتفرح بيها، خليك بتعمل لقاءات كل فتره طويله، اديك انت ماشي في هذا الخط، ولكن بلاش حته ان انت تبقى احتكاكك بجمهور، لان انت كل شويه بيتلقط لك لقطه. هتفقد شويه بشويه. طبعا. اللي اتبنى في سنين ممكن يتهد بموقف؟ لا، مع واحد زي عمرو دياب ما بيتهدش بموقف، بس هيتهد بعده مواقف، لو تكررت هذه المواقف هيتهد. طب ما ممكن يتهد مش بالموقف قد ما باستمراريته، ان هو متمسك بموقفه، مش هعتذر، لا بالعكس، مش هرد. بالعكس، دي مش حاجه انا شايفه ان ده ممكن يهد ولو اجزاء. انت قصدك حضرتك ان موقف واحد بس استمر، بس هو مستمر على موقفه ان لا انا ما غلطتش او انا ما اعتذرتش وعمل محضر. احنا جالنا ذهول. انا بتكلم من تحليلي لشخصيته وتحليلي لتصرفات الناس، هو ده مش هيهده حتى لو استمر، ان لو اتكرر هو ده اللي انا شايف. ابتدوا يطلعوا بقى زق معرفش مين، بص لمين، لما فلان ابن فلان في فرح فلان عمل له كده وهو بيسلم عليه. طب ما هو ده مكيالين، اشمعنى انا اسلم على ده واعمل كده رغم انه شدك او جه جنبك او ضايقك او وبصيته ليه ان هو اتضايق بس ما قدرش ياخد موقف لان ده ابن فلان في فرح فلان. طبعا ده مكيالين طبعا. وهو اصلا يعني حتى الشاب ده انا شفته واحد بسيط، ممكن احنا نكبر بخاطره بكلمتين، ويعني جدا ده هيفرح انه هيشوفه من قريب. ده هو امنيه حياته صوره امنيه حياته. شوف لما واحد يبقى امنيه حياته صوره معاك بس او يقرب منك طبعا. فبالتالي احنا بنقول احنا هنا يعني انت ما بلاش الحته دي، ولو انت هتحتك بقى بالجمهور خليك في الحاجات الخاصه، في الحاجات اللي فيها اغاني، بلاش بقى الحاجات اللي فيها ناس كتيره جدا، اللي فيها تجمعات او فيها يعني انا شفت فيديوهات لناس تانية ومشاهير واتكلمت عليهم، عندهم الحته دي ما فيهاش مشكله ان انا اتصور مع حد والجمهور يتلم عليا، ممكن سنه او وضعه او طريقته او عشان كده قلت انت في مرحله عمريه سامحني طبعا. انا قلت انت في مرحله عمريه وصلت، انما ما احنا مش هنبقى طول الوقت برضه ضده. لو طلع وجبر بخاطر الشاب ده، اوزن حبنا كله على مدار اكتر من 30 سنه ليك، حتى لو حضرتك مش مقتنع انت لازم تراضينا كلنا، صح؟ بس اتمنى ان هو يستجيب للكلام ده، هو كل المناسبات دي هو اما نشوف انما احنا عايزين نقول في حاجات معينه انا ممكن اتعلم حق عليه اصلا. طبعا. وهو الولد ده نفسه ليه حق عليه. واحد بيقول لك انا معلق صور وبحبه وبتاع، ولد غلبان وامنيه حياته ان هو ياخد، قال لك انا غيرت الشيفت عشان رد فعل الولد كان بالنسبه لي مستفز قوي. انا نفسي قلت لو انا مكانه هعمل رد فعل قوي جدا، بس انا مش هبقى مكانه في ان انا اجري. احنا مش هنرد بنفس الطريقه لان احنا بنعترض على الطريقه، تمام، بس مش همشي كده. يعني هقول له على الاقل كلمتين مثلا، يعني يخسرت حب فيك، لا. او انت ما تستاهلش ان انا كنت احبك واتعب نفسي وادخل وهموت نفسي عشان اخد اقل حاجه. دي اهانه فظيعه. الذهول ورد الفعل بتاعه هو كان مذهول شويه ومخضوض من الموقف اللي حصل. وحاجه تانية عايزه اقولها، يعني عارف حضرتك لما حد انا بكون بحبه قوي يعمل لي حاجه ممكن ما اكلموش، بس نظره واحده ليه او تصرف ان انا ابعد عنه انا كاني بعاتبه، هو يمكن بيحبه قوي فبيعاتبه. بس احنا هنا بنقول ان النجوم بيبقى الحب من طرف واحد، مش من طرف النجم طبعا، من طرف المعجب. لا المفروض يبقى من طرف، معلش احنا اللي بنعمل النجوم، ما هم بيعرفنيش، والناس اللي اختاروا يبقوا شخصيات عامه وبيروحوا حفلات وبيطلعوا على التلفزيون. لا 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 ما هو ما بيعرفنيش، عشان كده ما بيبقاش عنده فكره. بس انت رايح له قاطع له تيكت في حفله بمبلغ، او رايح له في الفرح عشان تتصور معاه، فاكيد المفترض. ومش لازم يعرف. انا حتى قلت هو من ضمن الباكج بتاعك انت رايح
هو انا حضرتك ده مش شغال في الفاعل، ده راح بيستمتع بيغني ماسك مايك في البتاع في التكييف، وقاعد في التكييف وقاعد بيهزر ده الناس بتضحك انت فرحتك وبيعيد حصادك اغاني حب حافظها. الناس. حصادك حب الناس. صح. وبعدين يعني عشان كده انا بقول هو كان موقف غريب طبعا. وبعدين الناس بتتعب وتشقى عشان ياخد مثلا قرش، انت الحمد لله بتعمل حاجه بسيطه بتاخد عليها. تاريخك بيخليك ان انت تاخد هذا الامر، او يمكن هذا النمط من الاعمال اصبح ليه دخل كبير جدا. حته الزوج بقى دخلنا فيها، رجعنا لها والله لازم نرجع لها. مش هينفع نختم من غير ما ارجع. اللي بيتعامل بمكيالين ده يا عيني، انا والله العظيم مش مع رجاله خالص، يعني ماليش تقول عليهم قوي. بحسهم اكتريتهم ممكن يبقى بحكم ان القوامه والمصاريف وكل حاجه بايده، فالظلم كمان بايده اكتر، عنده فرصه يظلم اكتر. لما بيجي يسيب او يتجوز تاني من غير ما نعرف اي حاجه خالص، هو ظالم والفلوس جريت في ايديه ومنه لله. الزوجه طلع عينها لحد يا عيني ما خلاها خربت بيتها. ايه ده؟ ما هو انت حضرتك احنا نقول ايه بقى للناس؟ نقول لهم افهموا الاول وبعدين احكموا. طبعا الحلقه كلها احنا بنتكلم في هذا الامر، حته ان انا ازاي ان انا ما اكونش عادل مع نفسي او ما اكونش عادل مع طرف اخر نتيجه لتغير الموقف زي ما احنا قلنا، ونتيجه ان انا شايف مصلحتي في الحته دي فانا مش هعدل، وشايف مصلحتي مره ثانيه في امر اخر مش هعدل فيه. واحنا هنا مثلا زي ما بقول لحضرتك ممكن انا ده على فكره المشاكل بتيجي هي اصلا كانت زوجه في الاول، كانت ترفض ان هي تكون مثلا جوزها يتجوز عليها. لكن لو ابنها اتجوز ابنها او بنتها مثلا ممكن تكون مطلقه طلعت عينه يا عيني. صح. خليته خرب بيته بايده منها لله. بس زوجك ما ينفعش ان هو يتجوز. فهنا احنا هنا حته عدم العدل ده زي ما بقول لحضرتك بيخلي الناس حتى مع الوقت مش اسوياء. انا لو خبطت واحد بعربيتي مثلا في عربيته من ورا هقول له انت فرملت فجاه، ولو هو خبطني ورا هقول له لا، لازم انت اللي تبقى واخد مسافه وتعمل حساب ان ممكن حد يعدي فاقف فجاه. احنا مكيالين في كل حاجه. طبعا احنا ماشيين. فاحنا نعمل ايه بقى؟ انا شايفه كده اتفضلي. ان احنا نراعي ربنا ونحكم بالعدل. يعني انا مشكلتي في الحياه ان انا لما تيجي تشاهدني مثلا لو على اخويا وجاري، انا مش هشوفهم الاثنين، انا هشهد بالحق وكل واحد وبخته. فالناس بتزعل مني قوي قوي، فاقول لهم ايه؟ ما تشهدونيش. مش عايز رايي وتاخد بيه، عايز نشهد معاك، ده مش هيحصل. ما تشهدنيش. سيدنا علي بن ابي طالب قال ما ترك لي قول الحق صديق. يعني ايه؟ يعني انا لما اقول كلمه الحق ما فيش حد، الناس زعلت فما بقاش في حد اصدقاء. هما ليه بيشاهدونا واحنا اصلا هنقول حاجه ممكن جدا ما تبقاش مناسبه ليك او مش جايه على هواك. حضرتك هتقوليه، ما هو متاكد مش متاكد من اللي انت هتقوليه، معتقد انك هتقفي في صفه. ما هو شايف نفسه، حته ان انا شايف نفسي صح وانا غلط. هبقى بعمل مكيالين. طبعا انت حضرتك اللي بتعمليه هو الصح، ولكن قد لا يتفق ان ممكن تخسري عشانه ناس كتيره جدا بيحبوكي او بتحبيهم او مرتبطه معاهم بعلاقات، عشان قلتي كلمه الحق. هنا ما يقدرش ياخد باله ان انت هنا بتقولي كلمه الحق، هنا ياخد باله ان انت بقيتي ضده، انت في الناحيه الثانيه. طب لو الزوج اللي بيتجوز 2 النهارده هنقول له ما تتعاملش بمكيالين علشان كتفك ما يبقاش مايل يوم الحساب. طبعا، وهو عشان كده جاله الشروط. لا تيجي على الاولى عشان فرحتك بالثانيه، ولا تيجي على الثانيه علشان الاولى هي الاساس والبيت والولاد والاستقرار. ما هو اساس الزواج. نقول له يعمل ايه؟ اساس الزواج الثاني هو العدل، والعدل هنا برضو عشان نفهم الازواج والزوجات. لا، هو هيعدل في الحته بتاعته. انا ربنا مديني الحق ان انا اتجوز واحده ثانيه. لا، ما انت ويبتدي بعد كده بقى ايه؟ يعمل مكيالين. هو العدل والعدل عشان نبقى فاهمين، عشان دايما بيقعدوا يقول لك ايه زي ما جبت دي مثلا حاجه تيجي. لا، هو مش شرط. انا بجيب لي دي احتياجها، يبقى بجيب لي دي احتياجها، مش بجيب لها نفس الحاجه. ما هو ممكن يكون هي عندها من الحاجه دي 10 فساتين اجيب لها 11. لا، ممكن انا متجوز واحده محجبه وواحده مش محجبه. صح. فلو جبت لدي طرحه مش هقدر اجيب لي الثانيه. صح. فبالتالي انا بجيب الحاجه، بس اعدل ان انا اجيب زي ما جبت لدي في عيد ميلادها اجيب لي دي، او على الاقل بنفس القيمه. مثلا بلاش تبقى نفس الحاجه بس نفس القيمه، نفس المناسبه زي ما احترمت والله انا شايفه كمان مش نفس القيمه. يعني انا على الاقل ممكن احتياجها. اكون مثلا جالي فلوس فمراتي الاولى عارفه، فانا مش عايز برضه اوريها ان الزيجه الثانيه قصرت، فسفرها سفريه جامده. والثانيه لو خدتها على الكورنيش وطبطبت عليها تبقى غلبانه وتبقى مبسوطه.
انا اعدل في الحته النفسيه دي اهم حاجه طبعا. وبرضه احنا بنقول في الاحتياجات، العدل في الاحتياجات وليس في الماديات اكتر او الحاجه نفسها، انما في الاحتياج بتاعه. وانت قبل ما تتجوز، قبل ما تقبل على مثل هذه الخطوه، هتراعي حاجات كتيره جدا غير العدل. انت هتراعي بقى هل الزوجه الاولى عندها استعداد توافق على كده ولا لا، هل الاولاد عندهم استعداد ولا لا، هل انت عندك بس ما استعداد توافقش وقدره. بايجار. نعم. توافق من غير ايجار. حضرتك يعني ما ايه؟ كنتش معانا الحلقه اللي فاتت، لا ما شفتها. كنتش معاكم. اتكلمنا عن الزوجه اللي كان عندها ساعه جوزها يتجوز بس يزود لها المصروف. دي كده. دي لا يعني توافق من غير ايجار. تمام. هو بيحاول بقى ان هو يضحك إيجار. عليها او يعمل اي حاجه ويخليها توافق. في كمان حاجه مهمه. طب هي بتتسمى يضحك عليها ولا بتتسمى لطفا؟ ان هو يعني هي بدل ما اخدها بالغصب، طب ما انا اخدها بالراحه بالرضا. ليه يضحك عليها؟ هو عايز ينال موافقتها وخلاص، هو ما بيفكرش بقى في الحته بقى بتاعت الايجار. وهي الزوجه اللي هي تقبل عشان اخد قرشين زياده اوافق. يعني طب انا برضه انا عايزه بس بسرعه سريعا، الحته دي مهمه قوي. الراجل اللي بيروح ياخد موافقه زوجته الاولى، ده بجح ولا ده محترم؟ لا طبعا محترم ان هو بياخد موافقتها، لان هو يعني لما يعرفها ده كده نقول عليه محترم طبعا، ولا نقول ده جبروت وبجح؟ لا مش بجح، لان حتى القانون بيجبره على كده. احنا بنقول عليه جبروت وبجح في المجتمع، ده مكيالين. طبعا. بس خلي بال حضرتك ان القانون بيجبره على كده، لانها لو عرفت بعد الجواز، بعد ما يتجوزوا من الثانيه، لها حق ان تطلق وتاخد النفقات بتاعتها بالكامل، وتاخد حقوقها بالكامل. لا يعني اللي بيروح يخبر زوجته ده احنا نأمن له انه لو جه مش هيغدر بيا، لو ما حبنيش او كذا هيجي برضو يقول لي زي ما عمل معاها، صح طبعا كده؟ وكل حاجه على حسب الاسلوب اللي انا عملته. هو انا داخل بقول لها اذعان انا هتجوز عليك غصب عنك ستي، عشان كده ولا داخل لطفاً. براضيها؟ لطفا. الوقت معاك يا دكتور والله العظيم بيجري جري فظيع، وهم يعني لا هتعرض لمكيالين دلوقتي للخنق. ان شاء الله نلتقي في حلقات اخرى. انا برضه ببقى سعيد بوجودي مع حضرتك. انا اجلت الحلقه دي لحد ما حضرتك تيجي. انا عارف والله، وبشكرك والله جدا. لاني كنت حريصه ان انا اسمع من حضرتك رايك. وانا بشكرك جدا، وفعلا يعني انا عارف حضرتك اجلت الحلقه اكتر من مره علشان اكون موجود معاكي، وان شاء الله ابقى متواجد معاكي في حلقات اخرى باذن الله، وشرفني وسعدني. حقيقي حضرتك دكتور احمد علام، استشاري العلاقات الاسريه والاجتماعيه، شرفتني ونورتني.